السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا كل اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله هنعمل النهارده احلى حله محشي بحتتين لحمه بس. هنعمل احلى واجدع حله محشي، ومن اول صابع لاخر صابع هيبقى كله مليان لحمه ان شاء الله. المكونات عندنا زي ما انتم شايفين، بس قبل ما نقول المكونات ما تنسوش تشتركوا في قناه اسهل وصفات مع مطبخ نونا. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، عندي هنا رز مغسول الكمية اللي انت عايزاها، وعندي هنا بصل مخرطاه قطع صغيرة. تمام، برضو كتري البصل لان المحشي بيحب البصل. وعندي هنا كرنب انا سلقاه ومقطعاه قطع كده، وهبقى اعمل معاكم فيديو لسلق الكرنب ان شاء الله. ودي برضو صلصة طماطم انا مسبكاها وبفرزها برضو كده، بعملها في اكياس تلاجة وبطلع على قد الطبخة اللي انا هعملها، وهبقى انزل لكم برضو الفيديو تسبيك صلصة الطماطم. ودي خضرة محشي، ودي لحمة مقطعاها قطع صغيرة وحاطة عليها بهارات. يعني من حتتين لحمة صغيرين هتعملي ان شاء الله من اول صابع محشي لاخر صابع كله مليان لحمة ان شاء الله. بتقطعيها قطع صغيرة اصغر من قطع الشاورما. تمام. وعندي هنا توم ني مفروم، والبهارات بتاعتنا عندي كمون، وعندي كزبرة وشطة وملح. وده كيس مرقة فورية بتاع الفراخ اللي انا كنت جايباه معاكم في المشتريات. الكيس ده ب2.5 جنيه او ب3 جنيه، بس بصراحة بيدي نتيجة جميلة جدا في الاكل. وده فلفل. وما تنسوش تعملوا كومنت حلو وتدوسوا لايك عشان القناة تكبر بيكم، يا احلى حاجة في حياتي، ونوصل ل1000 مشترك. انا جبت كده طاسة على النار وحطيت فيها معلقة سمنة، برضو ده براحتك اختياري. انا بحب احط قطعة سمنة كده مع الزيت وشوية زيت حلوين، وهسيبها لما تسخن كده على النار. انا مش عايزة درجة حرارة عالية، درجة حرارة يعني اعلى من الهادية شوية. كده انا مستنية النار تدفى بس كده في الطاسة. انا بعرف درجة الحرارة عالية ولا هادية ولا متوسطة لما بحط ايدي كده فوق المقلي، بعرف درجة الحرارة بتاعتها. تمام. كده النار وصلت لدرجة الحرارة اللي انا عايزاها. هجيب البصل بتاعي. انا مش هنزل بكمية البصل كلها، انا هنزل ب3/4 كمية البصل، وهسيب شوية صغيرين كده، يعني اقل من الربع. دولت هخليهم في جنب لوحدهم. وهقلب بقى البصل بتاعي في الزيت والسمنة. احنا مش عايزين البصل بتاعنا يحمر، احنا عايزينه دبلان. ما تنسوش تشتركوا في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونا. وان شاء الله العيد قرب يجي وهننزل بقى بوصفات العيد، حاجات جميلة جدا وان شاء الله تنول اعجابكم. بنقلب في البصل كده عشان كله يبقى متوحد معانا في السوا. يعتبر هنا دبل شوية بسيطة خالص.
بضيف معلقة ملح صغيرة كده على البصل وهو على النار. المعلقة دي بتخليه يدبل معاكي بسرعة كده. ما شاء الله دبل معانا. الملح بيخلي البصل يدبل بسرعة. هجيب الصلصة بتاعتنا دي، صلصة متسبكة ومتفرزة في الفريزر بس في اكياس تلاجة، فانا بخرج كيس زي ما انا عايزة وبشتغل بيه. طبعا دي الصلصة دي الصراحة المنقذ بتاعي في كل الاكلات. بنزل كده بكمية صلصة واقلبها مع البصل، وحسب ما انا بحتاج بزود، كل ما احتاج ازود كمية صلصة كمان. هي على فكرة الصلصة دي لونها احمر جدا، بس هي في التصوير مش طالعة حمرا قوي. طبعا الطماطم اليومين دولت رخيصة، ففرصة ان احنا نجيب ونخزن عندنا في الفريزر لاي اكل عندنا، يبقى سهل معاكي تطلعي الطماطم على طول وتشتغلي. بقلب بقى في الطماطم والبصل كده، اخلط الخليط كل واحد. دي اخر كمية في الطماطم كانت معايا، فانا حطيتها برضو على باقي البصل اللي عندي. الكلاكيع اللي كانت في الطماطم دي كانت متلجة، فعلشان كده كان فيها بقايا تلج. واسيبها بقى تتسبك على النار لغايه ما عادش يبقى فيها اي ميه خالص، وتبقى تقيله معايا جدا. زي ما احنا شايفين كده في فقاقيع بتطلع اهيت، هي بتغلي معايا زي ما احنا شايفين كده، بتتسبك والميه اللي فيها بتتبخر وهتتقل معايا كده. تمام. عندي بقى هنا الرز المغسول وكمية البصل اللي اتبقت، انا حطيت عليها شوية فلفل شوية ملح ودعكتهم كويس جدا. وهحط بقى الصلصة بتاعتي على الرز. انا ما باخدش كمية الصلصة دي كلها، باخد حبة كده وحسب مخلط الخليط اشوف هحتاج كمان ولا لا. واللي يتبقى عندك بتشيليه في كيس في الفريزر او في علبة في الفريزر. وبنزل بشوية البصل اللي كانوا باقيين معايا اللي انا دعكاهم بملح وفلفل. وهاخد معلقة حلوة كده توم مفروم. وهنزل بشوية الخضرة بتاعة المحشي. وهنجيب بقى البهارات بتاعتنا، كمون، معلقتين 3 كده كمون، ومعلقة كزبرة، دي كزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة شطة او حسب الحرارة بتاعة الشطة اللي انت بتحبيها، لو مش حابة تحطي خلاص. والملح، ما تنسيش ان انا كنت حاطة ملح برضو على البصل على النار. ودي مرقة الدجاج الفورية. بصوا قسما بالله المرقة ديت حاجة وهم جميلة جدا في الاكل. والفلفل. وهنقلب الخليط ده كله مع بعض. تقليبي كويس، تجيبي من تحت عشان كل الخليط يبقى واصله، البهارات بالصلصة بالبصل بالخضرة كله يبقى واحد. الريحة بتاعتها مش قادرة اوصف لكم قد ايه جميلة. هجيب حلة انا حطيت فيها عيدين الشبت والكزبرة، تمام،
وبيبقى عندي مكان شوي الفراخ اللي هو الصوص بالبصل بالبهارات ده، انا بمربوهوش، بعينه في علبة في الفريزر، وبطلع منه كده يوم المحشي، وبحط في الحلة من تحت مع الفرشة بتاعة البصل والفلافلة والشبت والكزبرة والطماطم، واقوم حاطة حتة خليط من شوي الفراخ كده. تمام. واقوم حاطة شوية زيت في الحلة زي ما انتوا شايفين الفرشة بتاعة حلة المحشي. واجيب بقى كده، هنبدأ بالورق الاخضر، هنجيب حبة كده من خلطة المحشي بتاعتنا، ومعاها برضو قطعة من اللحمة اللي احنا مقطعينها صغير دي، وهلف صابع المحشي. هتقولي طيب هي اللحمة دي فعلا هتستوي في المحشي؟ هنشوفها في اخر الفيديو. الرز مستوي واللحمة مستوية وحاجة كده قسم بالله خرافة، وطعمها جميل جدا. برضو بنكرر العملية كمان مرة. هنجيب ورقة ونحط فيها شوية خلطة المحشي وقطعة لحمة، ونلف صابع المحشي بتاعنا. الموضوع سهل وبسيط جدا، واظن يعني ماهيش مكلفة. حلة المحشي دي انت هتعمليها من حتتين صغيرين، هتعملي احلى حلة محشي وكلها باللحمة، وطعمها جميل جدا. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. انا هرص بقى كام رصة كده ونرجع مع بعض نشوف وصلنا لايه. انا رصيت يعتبر 3/4 الحلة، وجيت هنا برضو عند الورق الابيض بوريكم برضو انا بكمل ازاي. هنحط شوية خلطة محشي وحتة لحمة ونلف الصابع بتاع ورق الكرنب. عايزه اقول لكم ان انا عملت الحله ديت وفاض معايا لحمه اتبقت عندي كده. انا خلصت كل كميه الورق بتاعتي. وعند العقد بتاع المحشي عندك شوربه تمام، ما عندكيش شوربه هتجيبي كيس مرقه فوريه زي اللي انا وريتهولك، وتحطيه في ميه وصلصه وتسيبيه على النار يغلي، وتقومي حطاه على حله المحشي اللي احنا لفينها مع بعض دي. انا كان عندي شويه شوربه وحطيت عليهم حبه بهارات، ملح وفلفل وكمون وكزبره، وحته صغيره توم ني، وشويه صلصه، وسبتهم على النار يقلبوا كويس، وكملت معاها بميه. تمام. عشان تاخدي مقدار الحل 10/10. اولا لازم تحطي الميه في الحله كده وترجرجيها كويس علشان توصل الميه لقاع الحله من تحت. تمام. انا مش هقولك عايري بالكوبايه، لان في بنات كتير بتنسى هي حطت واحده ولا اتنين، وممكن الحله تبوظ بسبب ايه، ما هيش عارفه هي حطت واحده ولا اتنين. فاحنا ان شاء الله مع بعض بطريقه سهله هنعرف نعمل العاد بتاعها المظبوط. انا بنزل بالكميه بتاعه الشوربه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشوربه دي سخنه جدا كانت بتغلي، وبحط وبقعد ارجرجها شويه شويه لغايه ما اتاكد ان الميه واصله لقاع الحله من تحت. انا عايزه الميه تبقى باينه، وصوابع محشي من اول صف باين برضو كده. كده مظبوط معايا، مش محتاج اي ميه. يعني زي ما انتوا شايفين كده الميه باينه خفيف، وصوابع المحشي باينه، ما هيش الميه مغطيه كل الصوابع. يبقى ده المقدار بتاعه 10/10. هحط الشياطه وعلى نار وسط واغطي الحله واسيبها تتشربها، ولما تشربها اقوم مهديه النار. وبكده كان الشكل النهائي بعد ما استوى معانا. بسم الله ما شاء الله، الريحه بتاعته جميله جدا، وشويه مخلل. وهنشوف الوقت هنفتحه مع بعض ونشوف عامل ازاي.
الريحة بتاعته بجد جميلة قوي ومن غير اي تكاليف. يعني مش لازم تروحي تجيبي بقى كمية لحمة كبيرة وكلام من ده، بحاجات بسيطة بنعمل اكلة جميلة. شايفين إيه؟ الورق مستوي والرز مستوي معايا وطعمه جميل جدا، حاجة كده جميلة قوي. هتتبسطوا من الوصفة دي بجد. اللحمة هيت معايا، اللحمة مستوية وجميلة، وطبعا بتدي سمونية وطعم لكل صابع محشي في الحلة. ما تنسوش تشتركوا في قناة اسهل وصفات مع مطبخ نونة، ومع السلامة، وتعملوا لايك. باي باي يا كل حبايبي.